الطيارة والتشاؤم أمور كاينة عند بزاف ديال الناس وكنعيشوها في حياتنا اليومية بلا ما نحسو. شي ناس غير يشوفوا واحد يقولك ها هو جا اليوم غادي يدوز كحل، ولا شي واحد ما كيبغيش يخرج نهار الخميس حيت كيعتبروه نهار النحس، وحتى اللي كيظن أن سماع صوت البوم ولا رؤية قطة سوداء غادي يجيب ليه النحس. كاين بزاف ديال الأمثلة في حياتنا. شي كتخاف تخرج مع ولادها نهار شافت فيه البوم وكتفضل تبقى في الدار كامل النهار. وكاين اللي كيعلق أي فشل أو مشكل في شي شخص جا في داك النهار وكيتهموه أنه السبب. وحتى التجار بعضهم كيأجلوا البيع أو الشراء على حساب النهار حيث كيظنوا أن بعض الأيام فيها سوء حظ. لكن واش فعلا هاد الشي صحيح؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطيارة والتشاؤم شرك، حديث رواه الترمذي وصححه الألباني. المعنى واضح، أي واحد صدق أن شي سبب من خلق الله يقدر يضر أو ينفع من غير إرادة الله راه وقع في الشرك. القرآن كيأكد هذا المعنى في آيات كثيرة: وما بكم من نعمة فمن الله. وأيضا قال: أفتتخذون من دونه أولياء لا يملكون لكم نفعا ولا ضرا. كل ما كيوقع في الدنيا هو بتدبير الله والحكمة ديالو وماشي من شي سبب آخر. باش نتخلصوا من هاد الممارسات خاصنا نتوبوا ونرجعوا الله ونقولوا: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. ونتوكلوا على الله في كل حاجة، ونعرفوا أن كل خير كيجيب تدبير الله وحكمته، واللي كيصدق أن شي سبب آخر هو اللي كيسبب النفع أو الضر راه كيخسر من إيمانه. باش نعيشوا حياتنا مطمئنين وبلا خوف ولا قلق بلا سبب، خاصنا نبدلوا طريقة تفكيرنا ونعلموا ولادنا والناس اللي حدانا أن الخير والشر بيد الله وحده وماشي بسبب شي نحس ولا طيرة بلا إرادته سبحانه. كل ما كيوقع في حياتنا، فرح أو صعوبة، رزاق أو ابتلاء، راه جزء من تدبير الله وحكمته باش يعلمنا التوكل، الصبر والثقة فيه. كان معاكم سراج الإيمان. كنسأل الله يملا قلوبنا نور ويزيدنا إيمان ويخلي توكلنا عليه وحده ما له شريك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.